بصراحة مش ممكن الحال اللي وصلنا ليه ده يا جماعة في الأسعار. طب ما أنا ليه أشتريه من بره بسعر غالي قوي لما ممكن أعمله في البيت بأوفر وأضمن وأسهل طريقة؟ ممكن نعمل الكاتشب البيتي، وعايزة أقول لكم زي بره وأحسن وأطعم بشهادة كل اللي دقوه وبيتفرجوا علينا دلوقتي. السلام عليكم، ازيكم؟ النهاردة فيديو جديد ووصفة جديدة، هنعمل مع بعض الكاتشب البيتي. حاجة بجد وهم، ومين فينا ما بيجيبش الكاتشب كل يومين ثلاثة؟ يلا ندخل على مقادير وصفتنا ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. معايا كيلو من الطماطم تكون حمرة جدا 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 ومقطعاها 4 بالشكل ده. معايا نص كوباية من السكر ونص كوباية من الخل. لكل كيلو طماطم نص كوباية من الخل ونص كوباية من السكر. والبهارات بتاعتنا معلقة صغيرة ممسوحة من الفلفل والملح والبصل البودر والثوم البودر والنشا. ومعايا طبعا هوت صوص اختياري للي عاوزه حار. نقول مقاديرنا تاني: كيلو طماطم حمرة جدا، نص كوباية من السكر، نص كوباية من الخل، معلقة صغيرة ممسوحة من البصل البودر والثوم البودر والفلفل الاسود والملح والنشا. نشوف بقى طريقة تحضيرنا، وابسط من كده مش هتلاقوا. هنرفع الحلة اللي فيها الطماطم بدون نقطة مية على نار عالية. اول 5 دقايق هتكون بالشكل ده، هنسيبها 5 دقايق كمان هتوصل للشكل ده. هنطفي عليها النار ونجيب الهاند بلندر بتاعنا ونعصرها كويس قوي، او طبعا لو الخلاط بتاعك او الكبة. اهم حاجة هنعصرها كويس قوي قوي قوي، لان الخطوتين اللي هنعملهم دول هو ده الكاتشب بتاعنا. اول خطوة بتاعتنا ان احنا هنعصرها كويس قوي جدا، هننعمها، عايزاها بيوريه ناعمة جدا. الخطوة اللي بعد كده بقى، بعد لما عصرتها بالشكل ده، يلا بينا على الخطوة التانية، ودي اهم خطوة معانا في الفيديو بتاعنا النهاردة، وهي ان احنا هنصفيها كويس قوي في مصفى ضيقة جدا يا بنات. اي نعم الخطوة دي هتاخد وقت، بس مش مشكلة عشان تطلعي حاجة ولادك فعلا ما يفرقوهاش عن بره بالظبط. بعد لما صفتها وصلت معايا للقوام اللي انتوا شايفينه ده. شايفين القوام الناعم البيوري؟ هنقربها لكم اكتر. شايفين؟ ناعمة جدا جدا جدا. يلا بقى بينا نكمل باقي خطواتنا. هننزل بنص كوباية السكر ونص كوباية الخل والبهارات بتاعتنا اللي قلت لكم معلقة صغيرة ممسوحة لكل كيلو من البصل البودر والثوم البودر والملح والفلفل الاسود. بعد كده هنقلبهم كويس قوي ونشغل بقى النار. هنفتح النار عليهم تاني على نار عالية. هنفضل نقلب لحد بقى ايه ما تغلي معانا كل المكونات بتاعتنا، الكاتشب والسكر والخل والبهارات بتاعتنا. بعد كده بقى هنزل بالمعلقة بتاعت الهوت صوص بتاعتنا. طبعا هنا للي عاوزها حارة. طيب يا اسماء انا ما عنديش هوت صوص، انا عندي شطة. مش مشكلة، انزلي بنص معلقة من الشطة البودر. وبرضو هسيب بقى النار تغلي. بعد كده بقى اخر حاجة معانا هنجيب معلقة صغيرة ممسوحة من النشا. طب النشا هنا لازمته ايه يا اسماء؟ علشان يتقل لنا القوام سنة، فاهمين؟ هو بالفعل تقيل بس انا عاوزاه زي بره بالظبط. هنحط عليها معلقة من المية قدها ونقلبهم، وننزل بقى بالمعلقة النشا اللي احنا حطيناها وعليها معلقة المية ونقلب. اول ما تغلي وتعمل بابلز بالشكل ده، شايفين؟ قاعد يعمل بابلز من الجوانب اهو اهو، شايفين؟ هنطفي بقى النار ويلا بينا نختبره يا بنات. الاختبار ده عندي مهم. هنجيب معلقة وننزل بنقطة من الكاتشب. لو ميلنا الطبق هنلاقي مية نازلة كده بتنقط، لا كده تسيبيه يغلي كمان عشان القوام يتقل. ما لقيناش ميه بتنزل والكاتشب زي ما هو النقطه في الطبق زي ما انتوا شفتوا كده، يبقى كده الكاتشب نجح معانا وده القوام اللي انا عايزاه. ونطفي عليه النار ونسيبه لحد ما يبرد تماما. انا فعلا كنت مبسوطه جدا بالقوام بتاعه. شايفين؟ قاعده اوريه لكم ازاي كان قوامه رائع. عايزه اقول لكم كاتشب هايند بالفعل. بعد لما برد بقى معانا بالشكل ده، هجيب ازاز الكاتشب اللي عندك او برطمانات تكون نظيفة ومعقماها، وتنزلي بالكاتشب بقى بتاعك فيها. هتحفظيه في التلاجة لمدة اسبوعين 3، او ممكن تكتري الكمية وتحطيه في الفريزر لمدة 6 شهور. المادة الحافظة بتاعتنا هي الخل والفلفل الاسود. هيقعد معاكي من اسبوع ل3 اسابيع كمان في التلاجة، هيبقى روعة.
شايفين قوام الكاتشب بتاعنا هو نازل بقى على البطاطس، لا بيسيل ولا اي حاجة، ونازل بالخطوط اللي احنا عملناها. وبكده يكون الفيديو بتاعنا انتهى، ويا رب يكون الفيديو عجبكم، وان شاء الله هتجربوه هتعجبكم زي ما جربتم الوصفات بتاعتي اللي فاتت. وانتظرونا في وصفات جاية كتير، والسلام عليكم ورحمة الله.